بسم الله. سبب الزيارة إلى السودان أن إخوة لنا في السودان طلبوا منا أن نذهب إليهم معتقدين أننا نستطيع أن نتعاون معهم في حل مشكلة دارفور، وذهبنا لهذه الغاية. فتحدثت معهم وتحدثنا ووصلنا إلى نتيجة، حقيقة نتيجة مبهرة، لأن الجماعة استطاعوا أن يتركوا سلاحهم وأن يقدموا إلى الخير، إلى الأمن، إلى السلام، إلى التعاون بالبر والتقوى. فلهذا كان أجبنا دعوتهم ونداءهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا وإياهم باب الخير، باب التعاون الإسلامي، باب تآخي في الله. فإنهم في السودان يرون أن السنغال قادرة على المشاركة في حل مشكلتهم، ووجدوا ذلك في رجال التصوف، ووجدوا في ذلك بوجه خاص في التيجانية، لأن غالبيتهم تيجانيون. فلذلك وجهوا لنا دعوة للمشاركة معهم بحثا لمشكلة السودان التي استمرت حوالي 50 عاما بين تقاتل وتذابح فيما بينهم. والحمد لله وصلنا في زيارتنا معهم إلى حل جزء كبير من هذه المشكلة، ونرجو أن يستمر هذا الحل ويتوجه السودانيون إلى أن يعرفوا أن إحياء بعضهم بعضا وإحياء أولادهم خير من التقاتل ومن قتل بعضهم بعضا، وهذا ما وصلنا إليه. aja tàllal leen amin amin tàllal leen. président Sarr day joxe addiya président Sarr day joxe addiya. waaw.